ليه مريض السكر ممكن يحس بجوع سواء السكر عالي أو منخفض؟ ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ الجوع عند مريض السكر مش دايما سببه إن الجسم محتاج أكل، أحيانا بيكون بسبب خلل في استخدام الطاقة نفسها. خلينا نعرف مع بعض إن الجلوكوز هو المصدر الأساسي للطاقة داخل الخلايا. لو مش متاح أو مش قادر يدخل الخلية، الجسم بيبدأ يبعت إشارات إنه محتاج دعم. في حالة إن السكر يكون عالي، في الحالة دي نسبة الجلوكوز في الدم بتكون عالية، لكن المشكلة إن بدون أنسولين كفاية السكر مش بيدخل الخلايا. يعني الوقود موجود في الدم لكن الخلية ما تقدرش تستفيد منه. ساعتها المخ بيستقبل إن الخلايا مش شبعانة طاقة، فيظهر إحساس بالجوع رغم إن السكر عالي. الجوع هنا ناتج عن نقص الاستفادة من السكر، مش نقص في الكمية نفسها. التعامل الصح هنا بيكون بتعديل الجرعة أو خطة العلاج، مش زيادة الأكل. طيب لما السكر يكون منخفض، الوضع هنا مختلف. السكر في الدم بيقل فعلا، ومخ الإنسان حساس جدا لأي انخفاض في مستوى الجلوكوز. أول ما يحصل هبوط، الجسم بيطلق إشارات إنذار سريعة علشان يرجع مستوى الطاقة لوضعه الطبيعي. الإحساس هنا بيكون مفاجئ وقوي، وغالبا بيكون فيه أعراض زي عرق، رعشة، خفقان، دوخة، توتر أو تركيز ضعيف. الحل في الحالة دي هو رفع السكر بسرعة عن طريق مصدر سكر سريع الامتصاص زي العسل أو السكر أو عصير، وبعدها نعيد القياس تاني علشان نتأكد إن السكر رفع. يعني الخلاصة إن الجوع مع الارتفاع سببه إن الخلية مش قادرة تستخدم السكر الموجود، والجوع مع الهبوط سببه إن الطاقة فعلا ناقصة. الفرق بينهم مهم جدا، لأن طريقة التصرف في كل حالة مختلفة تماما. وبس كده.